السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى ان كل الناس تكون بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفطير المشلتت وهيكون طري ومورق من جوه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انتوا اول مره تشوفوا قناتي انزلوا تحت اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده اللي احنا بننزلها. ويلا بينا نبدا. المقادير هتكون كيلو دقيق، كوبايه زيت، نص كوبايه سمنه، 2.5 كوبايه ميه، نص معلقه ملح، قشطه. هناخد الدقيق ونحطه في العجان. هنحط نص معلقة الملح على كوباية المية ونقلبهم كويس. هنشغل العجان وبعدين احط المية بالتدريج عشان الدقيق بيكون فيه منه انواع، ممكن نوع يحتاج مية اقل او اكتر من المقدار اللي قلنا عليه، فاحسن حاجة ان احنا نحط المية بالتدريج ونسيبهم يمتزجوا مع الدقيق، وافضل ازود في المية لحد ما اوصل لقوام العجينة المظبوط. ده قوام العجينة المظبوط. هنسيب العجينة ترتاح 10 دقايق. ده شكل العجينة بعد ما ارتاحت. أنا هنا هقسمها على 3 عشان أنا عايزة أعمل فطير وسط، لا كبير ولا صغير. هنحط طاسة على النار وهناخد نص كوباية السمنة وننزلها في الطاسة ونسيبها لحد ما تسيح. اخد كوباية الزيت وانزل بيها على السمنة ونقفل النار. نحطها في بولة او اي حاجة عندك عشان هنستخدمها في دهان الفطير بين كل طبقة والتانية عشان يبقى مورق. هنرش دقيق على السطح اللي هنفرد عليه العجينة، وبعدين هنجيب العجينة نفردها بايدينا في الاول وبعد كده نفردها بالنشاب. وكل ما احس ان الدقيق تحتها قل ادي رشه دقيق عشان ما تلزقش مني. لو حسينا انها بقت اخف من النص عن الاطراف ممكن بغمينة كده افرد اطرافها لحد ما اخلي سمك الاطراف زي النص. انا هنا اخدتها على ايدي عشان افردها اسرع والفيديو ما يكونش طويل، لكن انتوا ممكن في البيت تفردوها بالمبينة والنشابة عادي، بس هتاخد وقت اكتر. هتكون النتيجة واحدة في الاخر. زي ما واضح ان الاطراف سمكها اتخن من النص، فهنفردها كده بالمبينة او نشد اطرافها بايدينا بالراحة. بعد كده نجيب الإدام اللي احنا جهزناه وبالفرشة ندهن العجينة كلها.
بعد ما ندهنها ناخد طرف العجينة ونطبقها على بعضها، وبعدين ندهن الجزء اللي معلهوش ايدان، وبعدين ناخد الطرف التاني ونطبقه وبعدين ندهن. هنفضل بقى نطبق وندهن زي ما هتشوفوا كده. هنيجي بقى بعد ما طبقناها لحد ما بقت بالشكل ده هندهنها بالقشطة، وهو ده السر اللي بيخلي الفطير طالع طري ووشه واخد لون حلو. ندهنها بالقشطة ونطبقها وبعدين نلمها بالشكل ده ونسيبها ترتاح 10 دقايق. نجيب الصينية اللي هنفرد فيها الفطير ونديها دهنة بالإدام اللي احنا شغالين بيه، وبعدين نجيب العجينة بعد ما ارتاحت ونبتدي نفردها في الصينية. وبعدين ندهن وشها بالقشطة، وبعدين ندخلها الفرن على نار متوسطة، وهتاخد وقت في الفرن من 15 ل 20 دقيقة. ده شكل الفطير بعد ما خرج. بصوا واخد لون حلو ازاي، في نفس الوقت طري ومورق من جوه زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، ومستنية رأيكم في التعليقات، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام.